السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة وهنا. كل سنة وانتم طيبين. لسه مكملين مع بعض سلسلة وصفات نواعم العيد، والنهارده ان شاء الله نحضر مع بعض الكحك الدايب. حقيقي مهما يطلع وصفات للكحك هيفضل الكحك على السخن احلى كحك ممكن تجربوه، اللي ريحته بتجيب لاخر الشارع. اقولك على انجح طريقة لعمل الكحك على السخن، وانجح مقادير واظبط مقادير ممكن تجربوه، يطلع معاكم اجمل واحلى كحك ناعم دايب، وفي نفس الوقت كده الكحكايه كده متماسكه ومحافظه على رسمتها، مش ممكن ابدا رسمته تختفي حتى مع التسويه. كمان هنسويه مع بعض بطريقه مظبوطه جدا جدا علشان تعملي اجمل واحلى كحك للعيد. جربوا الطريقه دي وان شاء الله تعتمدوها على طول. الكحك هيشرفك قدام اي حد، وكل اللي هيدوقه من ايدك هيقولك طبعا قولي لي المقادير بتاعته ايه. تعالوا بينا على طول نبدا الفيديو ونشوف هنحضره ازاي. بس اهم حاجه ما تنسوش تسموا الله وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحط اللايك. يلا بينا نبدا. نسمي الله، واول حاجه بنرتب خطواتنا. ببدا الاول بتجهيز الدقيق. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، او دقيق طبعا يكون خاص بالكحك والبسكوت، ودي خطوه مهمه جدا. اختيار نوع الدقيق المناسب من البدايه خالص هيضمن ليكي طبعا وصفه ناجحه جدا. اول حاجه ببدا ادخل الدقيق الاول عشان ادخل فيه كميه هواء كويسه، علشان الكحك معايا يكون هش كده ودايب وما يكونش مكتوم. بزود على الدقيق رشه ملح صغيره ومعلقتين كبار من السمسم المحمص، وكمان بزود معلقه كبيره من ريحه الكحك او المحلب، طبعا زي ما تحبي، هما الاثنين هيدوكوا نفس النتيجه. بقلب بقى المكونات الجافه مع بعضها وبسيبه على جنب. بعد كده هبتدي احضر السمنه علشان تعملي كحك ناعم ودايب وفي نفس الوقت الكحكايه تكون متماسكه وتقدري تحركيها بكل سهوله بدون ما تتبهدل معاكي. يبقى هنستخدم 550 جرام من السمنه. اما لو حباها دايبه زياده عن اللازم يبقى هتستخدمي 600 جرام، ولكن 550 جرام مناسب جدا. الكحكايه هتكون دايبه وفي نفس الوقت متماسكه. مهم جدا كمان ان السمنه اللي هنستخدمها تكون نوعيتها كويسه علشان تضمني ان طعم النواه بيكون حلو قوي. هنا استخدمت سمنه بلدي على سمنه نباتي. طبعا تقدري تستخدمي المقدار كله سمنه بلدي، وتقدري كمان تستخدمي المقدار كله سمنه نباتي. تمام. انا باخد السمنه كده وبحطها على النار واسيبها لحد ما تتقدح معايا وتسخن جدا. طبعا زي ما احنا عرفنا ان احنا هنعمل الكحك على السخن. تاني حاجه معايا ببدا اشكل العجوه او الملبن او الحشوه اللي هنحطها في الكحكايه. انا هنا هستخدم العجوه في الحشوه، فجبت العجوه كده وحطيت عليها ربع كوبايه من اللبن وزودتها معلقتين كبار من السمنه، وحطيتها على نار هاديه لحد ما فكت معايا وبقت طريه بالشكل ده. زودت عليها كمان معلقتين كبار من السمسم، وزودت عليها كمان شويه من الفول السوداني المجروش. قلبتهم مع بعض وبدات اشكلها على شكل كرات صغيره، كل كوره تقريبا وزنها 5 جرام. ولو انتم مش عندكم ميزان جرامات فهتخلوها كده قد البليه الصغيره. بعد ما بخلص تشكيل العجوه بسيبها على جنب وببدا اعمل بعد كده اختبار الخميره. معايا كوبايه من الميه الدافيه، بزود عليها معلقتين كبار من السكر وعليها معلقه كبيره من الخميره الجافه، وبقلبهم مع بعض وبسيبها على جنب كده لحد ما اشوف الخميره هتتفاعل ولا لا. انت متاكده من سلامه الخميره فهتشتغلي بيها على طول بدون ما تسيبيها تتفاعل. اما لو انت شاكه فيها وخايفه لا تكون بايظه فبتسيبيها على جنب كده. لو عملت فوم معاكي كده وحسيتي ان هي زادت معانا شويه يبقى هي شغاله، ولو ما عملتش اي تفاعل يبقى الخميره مش تمام معانا، نضطر ان احنا نجيب خميره جديده ونشوفها برضو. بعد ما السمنه بتاعتي اتقدحت هجيب السمنه بقى وبالراحه خالص كده نسمي الله وهنبدا نحطها على الدقيق. اهم حاجه الخطوه دي تخلي بالك جدا لان السمنه معانا بتكون مغليه، يعني بتكون سخنه قوي لدرجه ان احنا لما بنحطها على الدقيق بالشكل ده تعمل فوران كده. ولازم كمان تستخدمي طبق يكون سميك معاكي يتحمل الحراره بتاعه السمنه. في الوقت ده الدقيق مع السمنه سخن جدا، يعني مش هنقدر الوقت نبس الدقيق ولا نحط ايدنا فيه خالص. فبالسباتيولا كده ببتدي ان انا اقلب الدقيق شويه كده وبفرده لحد طبعا ما يبرد شويه معانا علشان اقدر احط ايدي فيه وابدا ان انا ادعكه كويس وابدا ان انا ابسه. من وقت للتاني باخد الاسباتيولا كده ببدا ان انا اقلب فيه بالراحه. ونيجي بقى لاهم خطوه في عمل الكحك، وهي دي اللي هتظبط معاكي الكحك تماما. وبدون الخطوه دي الكحك استحاله يكون كويس معاكي حتى لو انت ظبطت المقادير بتاعته. هي طبعا خطوه بس الكحك. كحك يعني لازم نبسه كويس قوي. ببدا اخد كده جزء بجزء من العجينه وابدا ان انا ادعكها كده بين ايديا، بحطها كده بين كف ايدي ببدا ان انا ادعك فيها كويس قوي. اول ما بنمسك العجينه كده بنحس ان هي ناشفه معانا ومفرفطه خالص، بس بمجرد ما بتبداي تدعكيها كده وتبسيها بايدك كويس بتحسوا ان هي طرت معاكم خالص وكاننا ضفنا عليها ماده سائله. بالرغم طبعا احنا مش بنضيف ماده سائله دلوقتي خالص، ولكن انتوا لما بتبسوها بتوصل معاكم للشكل ده، بتبقى العجينه طريه خالص في ايديكم كده كاننا ضفنا عليها سوائل. ببدا اخد كده جزء بجزء من العجينه وادعكها. الجزء اللي اتعمل بسيبه كده على جنب وبعمل جزء غيره علشان طبعا اضمن ان كل الكميه اللي معايا اتبست كويس قوي. وبعد ما بخلص باخد برضو العجينه كلها مره واحده وابدا ان انا ابسها تاني على كفه ايدي بالشكل ده لحد طبعا ما توصل معانا للقوام والشكل اللي احنا شايفينه ده. العجينه اتطرت معانا خالص وكاننا ضفنا عليها سوائل، بالرغم طبعا ان احنا ما ضفناش سوائل ولا اي حاجه خالص. لما بنوصل للمرحله دي بقى في العجينه بيكون هو ده المطلوب. بعد كده هبتدي ازود السوائل بقى. طبعا السوائل اللي معانا هي كوبايه الميه اللي احنا ضفنا ليها الخميره ومعلقتين السكر.
ببتدي باضافه الميه. طبعا لما نيجي نضيف السوائل للكحك في ناس كتيره بتختلف على اضافه لبن ولا ميه. هقولك لو انت هتعملي كميه كبيره من الدقيق او كميه كبيره من الكحك هتستخدمي ميه، لان طبعا الميه هي اللي بتحافظ على عمر الكحك، اما اللبن مش بيحافظ على عمر الكحك ابدا، وبعد فتره قليله هتلاقوا الكحك بدا يعمل ريحه مش كويسه. اما الميه فهي بتحافظ طبعا على عمر الكحك. يعني لو انت هتعملي كميه قليله زي مثلا كيلو من الكحك او 2 كيلو فممكن تستخدمي لبن عادي مفيش اي مشكله، غالبا طعم الكحك مش هيتغير سواء ضفنا لبن او ضفنا ميه، هي بصراحه بيديكي نفس النتيجه. فلو انتوا حابين تضيفوا اللبن على الكميه القليله تمام، لو انتوا حابين تضيفوا الميه مفيش اي مشاكل. طبعا كوبايه الميه اللي معايا مش بضيفها مره واحده، انا بضيفها بالتدريج، لان الكحك بتاعك ممكن يحتاج من كوبايه الا ربع لحد كوبايه وربع من الميه، يعني ما ينفعش نزود اكتر من كده. بتبداي تضيفي الميه بالتدريج وبعد شويه بتبداي تختبري العجينه. ولما نيجي نقلب الكحك مع الماده السائله مش بنعجنه خالص يا بنات، نخلي بالنا من النقطه دي، يا دوبك بس كده بطراطيف صوابعنا بنقلبه لحد ما الميه مع الدقيق يختفي خالص، لان طبعا احنا بنضيف سوائل وكتر العجن في العجينه دي هيخليها كده ليها عرق، ومش هتحسوا خالص ان هو كحك ناعم خالص. الكحكايه في الاخر هتكون معاكم ناشفه ومعضمه، مش هتكون دايبه خالص بسبب العجن الكتير فيها. ببدا ازود بقى الميه كده بالتدريج، وبعد شويه ببدا ان انا اختبر العجينه، باخد قطعه من العجين كده وابتدي ان انا ادمجها بايدي كويس جدا، وبعد كده بضغط عليها. لو حسيتوا ان العجينه فيها تشققات يبقى هي لسه محتاجه شويه من السوائل، او محتاجه ان احنا نخدمها كمان شويه، فبنبتدي ان احنا نضيف معلقتين بمعلقتين من الميه لحد ما العجينه تتظبط معانا. اهم حاجه كميه السوائل ما تزيدش عن كوبايه وربع من الميه، يعني بنبتدي نضيف كده بدايه من كوبايه الا ربع لحد كوبايه وربع. اهم حاجه ما نزودش السوائل اكتر من كده علشان العجينه ما تنشفش معاكم، وبعد التسويه هتلاقوها قرص مش كحك خالص، هنخلي بالنا يا بنات من النقطه دي. بزود الميه بالتدريج معاكي من كوبايه الا ربع لحد كوبايه وربع من الميه. لو حسيتي بعد اضافه كوبايه وربع من الميه ان هي لسه برضو بتشقق معاكي ومش مظبوطه، استمروا برضو في التقليب، او ادمجيها كويس بين ايدك برضو لحد ما تتظبط معاكي. ممكن بعد كده نختبر برضو العجينه بالمنقاش او بالبصمه بتاعه الكحك، بتبداي تنقشي كده قطعه من العجينه. لو حسيتوا كده ان المنقاش بياكل فيه العجينه يبقى هي لسه محتاجه برضو شويه من السوائل، ببتدي ازود. انا هنا استخدمت بالظبط في مقدار الميه بتاعتي، استخدمت كوبايه وثلاث معالق كبار من الميه، يعني كوبايه وحوالي اقل من ربع كوبايه ميه لحد ما العجينه ظبطت معايا. طبعا انت ممكن تستخدمي كميه سوائل اقل من كده على حسب طبعا نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، يعني ممكن في دقيق بيقبل السوائل في دقيق لا، فكل دقيق بيختلف عن التاني. بعد ما زودت بقى كميه السوائل المناسبه اللي العجينه احتاجتها ببتدي برضو اعمل اختبار للعجينه، ببتدي اكورها كده وبضغط عليها. الحمد لله مفيش فيها اي تشققات والعجينه ظبطت معايا. ولزياده التاكيد بجيب المنقاش وببدا ان انا انقشها كده. دلوقتي المنقاش مش بياكل في العجينه والحمد لله بدا ان هو يظبط معايا، يبقى العجينه كده تمام. كمان ممكن نستخدم بصمه الكحك في اختبار العجينه دي، ببدا اضغط كده على الكحكايه وببصمها لحد طبعا ما اتاكد ان العجينه معايا تمام، والبصمه ما اكلتش برده في العجينه وطلع مظبوطه معايا. بغطي العجينه بقى علشان ما تنشفش معايا وببتدي اشكل على طول. طبعا مش هسيب العجينه دي تخمر ولا اي حاجه خالص، ببدا بالتشكيل مباشره. وعلشان اظبط مقاس الكحك يكون كله مقاس واحد ومتساوي ويستوي تسويه واحده، ببتدي اوزن كده كل قطعه من العجين. طبعا الحجم المناسب للكحكايه بيبدا معاكي من 20 جرام لحد 25 جرام، ما تحاوليش تكبريها اكتر من كده علشان ما تبقاش شكلها كبيره قوي ومش لطيف. فكل ما كانت الكحكايه كده شكلها صغيره بتكون طبعا احلى. طبعا لو مش عندك الميزان الجرامات تقدري تجيبي عصاره الليمون اللي بالشكل ده، حطي فيها جزء من العجينه كده، وده بيكون الحجم او المقاس بتاع الكحكايه اللي انا هشتغل بيها. وبالطريقه دي برضو هتطلعي كل الكحك اللي معاكي مقاس واحد ومناسب. بالمناسبه يا بنات العصاره دي اخدت جزء من العجينه وزنها 25 جرام، هو ده المقاس اللي بقول لكم عليه، بيكون طبعا حجمه حلو قوي. فببدا اخد كده جزء من العجينه وابتدي ان انا ادمجها بايدي كويس قوي قبل طبعا ما ابدا بتشكيلها، وابدا اعمل فيها كده تجويف من النص. ببدا احط كده جزء من العجوه من اللي احنا جهزناها في البدايه خالص، وبقفل عليها كويس قوي. بكون محضره صاج معايا بدون اي ماده دهنيه، لان طبعا احنا معانا في الكحك كميه سمنه محترمه جدا، يعني كفيل ان هي تخلي الكحك معانا ما يلزقش فيه الصاج. بحط كده الكحكايه وببدا ان انا ابصمها بالبصامه، وطبعا بين كل كحكه والتانيه بنسيب مسافه علشان طبعا هو بيفرش معانا شويه في الفرن. طبيعي طبعا ان حجم الكحكايه بيزيد وبياخد مساحه طبعا في الصاج. ببدا بعد كده اخد جزء من العجين واحط فيها العجوه، وطبعا ببدا ان انا اقفل عليها كويس واحطها في الصاج. لو انت طبعا بتشكلي لوحدك ممكن تعملي كميه كويسه من العجين، يعني تحطي كده شويه كتار من العجينه في الصاج وتبداي تبصميهم مره واحده، هيكون طبعا اسهل عليكي. ولو انت معاكي حد بيشتغل معاكي فطبعا انت ممكن تكوري وتجهزي، وطبعا حد معاكي ممكن يبصم الكحك وراكي على طول. شكل صواني الكحك كلها مره واحده ومش ببدا بالتسويه دلوقتي خالص. لما بخلص تشكيل الكحك كله ببدا اخد اول صاج انا جهزته، بيكون قاعد معايا شويه حلوين كده، واحنا مش بنخمر الصاج ولكن طبعا احنا بنريحه شويه.
انا كده زي ما انتم شايفين ببدا اعمل شويه بشويه من العجين، وببدا ان انا ابصمهم مره واحده. طبعا الطريقه دي بالنسبه لي اسهل بكتير قوي. بخلص بقى كل تشكيل الكحك بنفس الطريقه دي، اظن مفيش اسهل من كده. على فكره التشكيل بالبصمه يعتبر اسهل بكتير قوي عن المنقاش، يعني على السريع كده بتكوني مخلصه. على فكره شكل البصمه ده هو ده الشكل المتعارف عليه عند محلات الحلواني. طبعا ممكن ننقش الكحك كمان، ممكن نعمل منه اشكال حلوه قوي. ممكن نعمل كحك على شكل ورقه شجر، ببدا اخد كده جزء من العجينه وبحاول ان انا اعملها على شكل ورقه الشجر كده. وبالمنقاش بنبتدي ان احنا نعمل خط كده في النص، ونحاول نعمل كده ورق زي ورق الشجر بالظبط كده. طبعا الشكل ده ممكن تعملوه بيدي برضو شكل حلو قوي في النهايه. وطبعا عندكم نقشات كتيره للكحك تقدروا تعملوها. هعمل معاكم دلوقتي شويه نقشات من الكحك، تقدروا تاخدوا منها اي فكره وتنفذوها. طريقه نقش الكحك سهله جدا، مش محتاجه اي تعقيد ولا اي افتكاسات خالص. على فكره اي حد يمسك المنقاش يقدر يعمل اي اشكال باي طريقه، مش شرط تكوني متمكنه او عارفه كل الاشكال بتاعه النقشات. يعني كده انت بمجرد ما بتمسكي المنقاش بتبداي تبدعي. وعلى فكره بالمناسبه انا مش متمكنه قوي في النقش على الكحك برضه، ولكن كده انا كنت بعمل اشكال عشوائي كده لحد ما يطلع معايا الاشكال دي. على فكره الموضوع سهل وبسيط جدا جدا، مش محتاج اي صعوبه في ان انت تشكلي الكحك بالمنقاش بالشكل ده. زي ما قلت لكم تقدروا تعملوه كله بالبصمه، وتقدروا تنقشوه زي ما انتم حابين. كمان في الاسواق دلوقتي قوالب كده منتشره بتديكي شكل الكحك بالظبط المنقوش. بمجرد ما تحطي كده الكحكايه او العجينه جوه البصمه بتديكي الرسمه على طول زي الرسمه بتاعه المنقاش بالظبط كانكم ناقشينه. تقدروا كمان تجيبوها وهي متوفره، وتقدروا تجيبوها تستخدموها على طول. بعد ما خلصت بقى كميه الكحك بتاعي تشكيل، هبتدي على طول في التسويه. ببدا اخد كده اول صاج انا جهزته، بولع الفرن بتاعي يسخن كويس قوي. بحط الصاج على الرف الاوسط، درجة الحرارة معايا من 140 ل 150. بسوي الكحك بتاعي على نار هادية علشان ياخد معاكي لون موحد من جميع الاتجاهات. ومن وقت للتاني بنلف الصاج علشان الحرارة تتوزع كويس قوي على كل الكحك، ويطلع في النهاية لون واحد كده بالشكل ده. بالنسبة بقى لتسوية الكحك المحشي فبنسويه على درجة حرارة متوسطة. ما ينفعش يدخل طبعا على درجة حرارة عالية قوي علشان الكحكاية ما تشققش معاكم وتحسوا ان الحشوة خرجت منه. اما لو النار هادية قوي فالحشوة معاكم مع كتر التسوية بتاعته في الفرن هتنشف معاكم، مش هتبقى طرية خالص. بالنسبة للكحك السادة اللي مش محشي حاجة خالص فبنسويه على نار هادية، لان طبعا هو مفيش فيه تجويف من جوه، بيكون كده سادة مفيش فيه اي حاجة خالص، فلازم نديله تسوية مظبوطة. هنا بعد ما خرجت الكحك من الفرن، طبعا مع الوقت بتاعه ممكن يقعد معاكي من تلت ساعة ل25 دقيقة في الفرن لحد ما يبدأ كده ياخد لون من القاع وكمان لون من الجوانب. كمان الكحكاية تحسوا كده ان هي اتشمعت معاكم وتقدروا تحركوها بكل سهولة. في اخر بقى 3 دقايق من التسوية بفتح الشواية مع تحريك الصاج باستمرار لحد ما ياخد اللون المطلوب. شايفين اللون بتاع الكحك؟ بتقدروا طبعا تتحكموا في لون الكحكايه، ممكن تفتحوا لون الكحكايه، ممكن تغمقوه شويه، طبعا ده بيرجع لذوقكم ورغبتكم. شايفين الكحكايه ما شاء الله اللهم بارك، الرسمه بتاعتها ثابته ما ضاعتش ابدا مع التسويه في الفرن. ده طبعا لاننا حاطين كميه خميره قليله مش مبالغ فيها، لان طبعا سبب ان الرسمه بتاعت الكحك تروح مع التسويه ان بيكون الخميره او البيكنج باودر فيها كتير قوي. لا الكحك بتاعنا اللهم بارك الرسمه بتاعته ثابته والتسويه بتاعته مظبوطه جدا. الكحك دايب جدا يا بنات ما شاء الله اللهم بارك. الكحكايه متماسكه كده ومحافظه على نقشتها ورسمتها، وفي نفس الوقت دايبه ذوبان. ده طبعا بيرجع لكميه السمنه اللي احنا حاطينها. احنا حاطين كميه سمنه مناسبه جدا جدا، يعني مش بتخلي الكحكايه تبوظ مننا او تتبهدل، وفي نفس الوقت كده تكون دايبه قوي ومحافظه على رسمتها. شايفين الكحكايه ما شاء الله بمجرد بس ما بضغط عليها كده على طول كده بتتفرفت في ايدي، ناعمه جدا ودايبه جدا، وما شاء الله اللهم بارك حاجه كده في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم بجد ريحته جايبه لاخر الشارع. ازايكم تجربوه بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وان شاء الله متاكده ان الوصفه هتعجبكم جدا. طبعا نيجي بقى لطريقه حفظ الكحك. بتجيب طبعا علبه بلاستيك تكون محكمه الغلق، بحط فيها كده كيس تلاجة نضيف او مشمع نضيف، وبنبدا نرص الكحك جواها. بغطي العلبه كويس علشان الكحك طبعا يفضل محتفظ كده بريحته الجميله دي، وبسيبه بقى كده لحين الاستخدام بتاعه. شايفين يا بنات اللهم بارك حاجه كده في منتهى الجمال. الحشوه من جوه طريه جدا، وما شاء الله التسويه مظبوطه، ورسمه كمان ثابته، وما شاء الله ما فيش فيه غلطه. عايزه اقول لكم بقى ان انا هكذب عليكم لو قلت لكم ان هو زي كحك المحلات، لان بجد هو احلى وانضف بكتير من كحك المحلات. يكفي كمان ان انت عاملاه بايدك الجميله وضامنه نظافته وجودته كويس قوي. بعد ما بنحفظ الكحك بقى وقت التقديم بنرش عليه كده شويه من السكر باودر وبتقدموه، مش تحطوا على الكميه كلها سكر باودر مره واحده، يعني حطوا كده على قد التقديم بس. تعالوا نشوف بقى الكحك المنقوش. شايفين اللهم بارك النقشه بتاعت الكحكايه ثابته جدا، برضو التسويه بتاعتها مظبوطه جدا جدا. الكحك طالع مظبوط مش مشققه، ولا الحشوه خرجت منه ولا اي حاجه خالص.
كمان اخد لون مظبوط قوي، ما شاء الله اللهم بارك. وبكده يا بنات نكون حضرنا مع بعض اجمل واحلى كحك ناعم دايب. اتمنى تجربوه وتقولوا رايكم فيه. وبكده يكون الفيديو خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الطريقه. لو انت وصلت معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني نورك الجميل. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه. ان شاء الله يا بنات نتقابل على خير في فيديو جديد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.